اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا رب تكونوا كلكم بخير. اهلا بيكم في اول فيديو ليا على القناه. احب اعرفكم الاول نوعيه الفيديوهات اللي هتنزل. احنا ان شاء الله القناه هتبقى الوصفات والروتينات، بس في نفس الوقت هنراعي الاسعار المبالغ فيها اليومين دول. هنحاول شويه ان الوصفات يبقى ليها بدائل اقتصاديه، ان احنا نطبخ كل حاجه بس بكميات وتكلفة يعني معقولة، وفي نفس الوقت ما نحرمش ولادنا من حاجة. ونشوف يعني برضو البدائل الاقتصادية، ممكن نزود الكميات بإيه، نقلل التكلفة بإيه، كده يعني. اول فيديو ده معايا ده الكشري، هقولك على التركات اللي تخلي الكشري يطلع معاكي زي المحلات واحلى باذن الله. لان في ناس كتير بتشتكي ان الكشري معاهم مش بيطلع زي بره. اليوم ده احنا 5 افراد، انا لقيت ان انا لو اشتريت الكشري من بره هيدخله مثلا في 90 جنيه غير التوصيل. فانا بنفس ال90 جنيه دول انا اشتريت حاجات، بس عملت لي كشري على مرتين. يعني انا عملت حاجات النهارده، وكان عندي بقى تاني في المطبخ ان انا اعمل اكلة كشري تانية. اول حاجة كده معايا البصل احنا لازم نبدأ بيه، لان احنا الزيت اللي هنحمر فيه البصل ده هو اللي هنشتغل بيه باقي الوصفة كلها. هو ده السر اللي هيخليكي تطلعي نفس الطعم بتاع بره. البصل انا قطعته، بتقطعيه يعني على قد ما تقدري يكون ان هو رفيع، وبتبدأي كده تفرطي حبات حلقات يعني البصل من بعضها. وحطيت عليه معلقة دقيق ومعلقة نشا، وبدأت ان انا يعني احمره في كمية زيت محترمة، لان زي ما قلت لكم الزيت ده هو اللي هنكمل بيه باقي الوصفة كلها. في التوقيت ده طبعا انا كنت بسلق الحمص بتاعي، وكنت نقع العدس في مية سخنة، يعني من قبل ما ابدأ بحوالي ساعة. البصل بتحطيه كده، يعني بتحاولي تفرطيه كده، ما تحطيهوش مرة واحدة عشان ما يلزقش في بعضه، وما تحطيش الكمية كلها علشان يعني ما يتحمرش جزء وجزء، لا. تضمني يعني ان هو يطلع معاكي مقرمش. ولما تطلعيه من الزيت ما تطلعيهوش ابدا ابدا على مناديل المطبخ. مناديل المطبخ هتسحب كل كمية الزيت اللي فيه، فهيبدأ ان هو يطرى معاكي. لا، انتي طلعيه على مصفى. خلصت كمية البصل معايا، وبدأت ان انا شلت شوية من الزيت دول على جنب، والشوية اللي باقيين في الحلة نزلت عليهم كوباية من الشعرية، وعليها شوية ملح علشان اضمن ان الشعرية كلها تاخد نفس اللون. لما تيجي تحمري شعرية او لسان عصفور، سواء للكشري سواء للرز الشوربة لاي حاجة، حطي عليها شوية ملح. كده هتخليها كلها نفس اللون، يعني ما تبقاش حاجة متحمرة عن حاجة. وبعد كده نزلت عليها بحوالي كوباية او كوباية وربع سكر. سكر ايه كوباية او كوباية وربع رز، الرز المصري العادي بتاعنا، مغسول ومنقوع. وبدأت برضو كده ان انا اقلبه علشان يعني اضمن ان انا نشفته من اي مية لسه فيه، علشان الكشري ما يعجنش منك. بتقلبي كده الرز لحد ما يتغلف كله بالمادة الدهنية بتاعتك. ونزلت برضو عليه الملح. بعد كده نزلت عليهم بشوية من العدس، برضو حوالي كوباية او كوباية الا شوية. طبعا انتي المقادير دي بتاعتك، يعني انتي مثلا بتحبي الشعرية قليلة، بتحبي العدس كتير، دي حاجة ترجع لك انتي يعني. ونزلت كده عليهم كمان بمكعب مرقة. مكعب المرقة ده اختياري، بس هو بيديها طعم حلو جدا يعني. وظبطت بقى الملح، ونزلت عليهم كمان بفلفل اسود وشوية من الكمون. انا هنا الكمون زاد مني، فرجعت شلت تاني شوية بالمعلقة. لما تيجي بقى تظبطي الملح، نراعي ان لسه في حاجات تانية هيبقى فيها ملح هيتحط، يعني ما تحطيش الملح بتاع الاكلة كلها في الرز مثلا. بعد كده نزلت عليهم بمية سخنة، وبدأت ان انا اسوي سوى الرز العادي خالص. المية السخنة دي على نار عالية لحد ما الرز هيبدأ يتشرب معانا. هبدأ بقى ان انا يعني اقلبه وهدي النار عليه واغطيه عادي خالص، زي ما بنعمل الرز الابيض بتاعنا. وزي ما قلتلك خلي بالك من خطوة الملح، لان احنا الاكلة دي هتتقدم كلها زي طبقات فوق بعضها، وكلهم فيهم ملح، فانتي لو زودتي الملح في حاجة الاكلة كلها هتبوظ منك.
في حلة على النار تانية حطيت مية بتغلي وحطيت فيها برضو ملح، ونزلت نص كيس من المكرونة الاسباجيتي، وحوالي كوباية من المكرونة المرمرية اللي هي الصغيرة خالص بتاعة الكشري دي. عايزة تعمليها بخواتم مش مرمرية براحتك، عايزة تكتفي بنوع مكرونة واحد برضو براحتك. في حلة تانية حطيت شوية من الزيت اللي احنا اخدينه من تحمير البصل في اول الفيديو، وحطيت عليهم معلقة كبيرة من الثوم. انا مش عايزة الثوم يغمق علشان ما يمررش معايا، هو بس مجرد ما بدأ ان هو ريحته تطلع بدأت ان انا انزل عليه بالملح وبشوية من الكزبرة الناشفة. هقلب برضو ريحة الكزبرة كده تبدأ تطلع، وهبدأ ان انا اطفيهم بمعلقة من الخل، مش كتير، معلقة من الخل. وبعد كده نزلت عليهم بطماطم، عصير طماطم يعني معصور ومتصفي. يا جماعة مهم قوي قوي ان احنا نصفي الطماطم في لما بنيجي نعمل الصلصة بتاعة الكشري، لان في ناس ما بتصفيهاش فبتبدأ القشور بتاعتها بتعمل ملمس وشكل مش حلو على وش الكشري يعني. نزلت بقى كمان بالملح ويعني رشة من السكر عشان طبعا تعادل الحموضة بتاعة الطماطم، وفلفل اسود، وحطيت كمان سنة صغيرة من الشطة مش كتير لان احنا هنعمل شطة طبعا خارجية، وسبتها طبعا تتسبك مع نفسها. هنا المكرونة كانت اتسلقت خلاص واديتها شطفة كده وصفتها كويس، وبعد كده بقلبها في معلقتين من الزيت ال بتاع البصل. التركة دي بقى بتفرق جدا، دي فعلا اللي بتحسسك ان الكشري اللي انتي عاملاه زي كشري المحلات بتاع بره بالظبط. هنا كده زي ما انتوا شايفين كانت الصلصة بتتسبك على النار، وفي طاسة كده صغيرة حطيت شوية من الزيت، وهنزل عليهم بمعلقة كبيرة من الثوم علشان نعمل الدقة. برضو الثوم هنا يبدأ ان هو يطلع ريحته، مش هسيبه ان هو يغمق او ياخد لون. وهنزل عليه برضو بالملح والكمون والكزبرة. زودت شوية زيت عشان حسيت ان طبعا اليومين دول كلنا بنتعامل مع الزيت بالقطارة يعني كنت حاطة شوية قليلين وبعدين لقيت ان هو محتاج يعني فزودت كمان شوية. وبعد كده هنزل عليهم بحوالي نص كوباية او تلت كوباية من الخل. هسيبهم على النار كده يعني ايه دقيقتين، يبدأ ان هو يعني يغلي كده، وطبعا بتبدأي تحسي ان هو ريحته كده مركزة كأنك دخلتي محل كشري. وبعد كده هبدأ تحطيه بقى في بولة في مطبقية، يعني هتحطيه في اي حاجة، وهتكملي الكمية بمية سخنة. لازم تخففيه بمية لان كده طعمه بيبقى قوي جدا، طعمه بيبقى صعب قوي يعني مش اي حد هيستحمله. ميه سخنه كده وهتديه تقليبه، هيبقى هو ده نفس طعم الدقه بتاع بره بالظبط. في ناس بتحط الميه مكان الميه السخنه دي بيحطوا ميه من سلق العدس او الميه اللي كان منقوع فيها العدس، بس انا يعني ما بفضلش بصراحه الحكايه دي. كده الاكل معانا جاهز، هنبدا نقدمه. عايزه تقدميه في بايركس او سيرفيس كبير، عايزه ان انتي تقدميه في اطباق كل واحد طبق منفصل، طبعا ليكي حرية الاختيار. بس ده هيبقى احلى كشري كلتيه في حياتك ونفس الطعم بتاع بره، وطبعا موفر جدا، يعني احنا يعتبر بنص التكلفة لو جبناه من بره. اتمنى ان انتي لو وصلتي لهنا تدعميني باللايك وبالاشتراك وتنوروني، علشان مجهزه لكم فيديوهات تانية كتير. وكمان باذن الله هنعمل مع بعض منيو لرمضان كامل بتكلفة الى حد ما معقولة. بس اتمنى يعني ان انا اسمع رايكم في الكومنتات، تكتبوا لي رايكم في الكومنتات، وما تنسوش ان انتوا تدعموني باللايك والاشتراك، طبعا هتنوروني. واشوفكم بقى ان شاء الله في فيديوهات تانية جديدة. السلام عليكم.